السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم؟ هنعمل مع بعض ان شاء الله مكرونه بالبشاميل وكباب. كباب كفته يعني لحم. انا حاطه اهوت كده كباب حاطه الميه اهوت تتسلق عشان اسلق المكرونه. هحط المكرونه بقى كيس مكرونه، واللحمه انا فرماها ومجهزاها. بعد ما اسلق المكرونه اقوم معصجه اللحمه ببصله وبصلتين صغيرين كده وفص توم وقرن فلفله، وكل ده مع بعض، واقوم حطاهم في شويه، في حته سمنه وشويه زيت. اهو المكرونه اهيتي، واحط عليها شويه زيت عشان ما تمسكش ببعض. وانا مش هسويها قوي، انا هي نص سويه بس، مش هتستوي قوي، لان عشان تستوي في البشاميل وفي حاجاتها هي في الفرن يعني. ديت المكرونه بالبشاميل هعملها، وبعد كده هسلقها اهوت، وبعد كده هعصج اللحمه بعدها بقى على طول ان شاء الله. وبعد ما اخلص سلق هقوم معصج اللحمه ببصله وفصان توم وشويه زيت وقرن فلفل وحته سمنه، ونمسكهم نعصجهم مع بعضهم. نعصج بقى لما اللحمه تنشف وتبقى حلوه، وبعدين بحط عليها معلقه طماطم عشان تدي حمار شويه في الطماطم في التعصيج يعني. وبسيبها تتعصج بقى لما تنشف خالص اللحمه وتتعصج، اقوم شايلاها واقوم ماسكه بعد كده اقوم عامله بقى البشاميل. بقى البشاميل هقوم جايبه 3 معالق سمنه، واقوم جايبه 3 معالق دقيق. بمسك السمنه اقدحها، انا بقول يعني على ما المكرونه تستوي، وبعد كده اقوم هي هتيجي بقى تشوفوها، واقوم ماسكه البشاميل بقى، اقعد اقلب في البشاميل دي بقى لما انا بقى بسلق المكرونه اهوتي، وماسكه بقى كل حاجه، ومسكت البصل قطعته يعني بجهز كل حاجتها بقى. وبعد كده هقوم عامله ال ده هعمل بقى هعصج اللحمه كده دلوقتي. انا كده هعصج اللحمه دلوقتي. انا حطيت حته سمنه اهوتي، وهحط شويه زيت على السمنه كمان، وهمسك اللحمه اعصجها، واقوم حاطه البصله، واقوم حاطه بقى بعد ما البصله تدبل شويه بضيف معاها التوم يعني مفصل توم. وبعدين اقوم ماسكه مقلباهم شويه لما البصله تدبل شويه كده، اقوم حاطه بقى اللحم، وهحط قرن فلفله برضو همسكه مقطعه، وهحطه برضو قرن فلفل وتوم والبصل واللحمه بقى. لما البصله تدبل شويه، اقوم حاطه اللحمه عليها تعمل بقى تتعصق. دي لحمه ما تعصق عشان المكرونه بالبشاميل. بكده احنا بنعمل اللحمه هنعصجها اهوتي. وبعد كده اقوم عامله ان شاء الله هحط اللحمه عليها. اللحمه هي يعني لسه كانت في الفريزر، ولسه قايمه تفك شويه يعني، لسه ما فكتش قوي. هحطها بقى عشان تفك براحتها اهيتي حطيتها كده هتفك براحتها. وهقوم لما تفك براحتها بقى اقوم حاطه بعد كده، بعد ما اخلصها خالص، انا حطيت القرن الفلفل حطيته علاش كان النور قطع يعني، في مقاطع عتمه كده، كان الكهرباء قطع. لسه الكهرباء جت بعد ما بدأت في العمل يعني. وانا بعصج اللحمه اهوت بقى، حطيت اللحمه اهوت تتعصج وكده. بعد لما تتعصج بقى وكده وهخلصها، هعمل بقى ابدأ في البشاميل. انا بجهز حاجتي بأول يعني. بعد كده اقوم عامله البشاميل. انا سلقت المكرونه دلوقتي وبعصج اللحمه دلوقتي، وبعد كده هعمل البشاميل. اللحمه لسه بتفك حته بحته، انا قاعده بقلب فيها عشان تفك شويه بشويه. وبعد كده هخلص بقى اللحمه، واقوم حاطه احوش اللحمه، واقوم حاطه البشاميل بقى على ما اللبن، حتى اللبن كان في الفريزر برضو على ما يفك شويه. وبعدين بقى اقوم
اللحمة لسه مخلصتش، لسه ما تخلص بقى هسيبها هنقيها على البوتاجاز على الناحية التانية، وبعمل البشاميل على العانة ديت، لأن العانة دي عالية شوية عن التانية، عن العانات التانيين يعني. وبعد كده هقوم اهو كده دلوقتي هعمل البشاميل. انا نقلت اللحمة على العانة التانية. بعمل في البشاميل الوقت دي السمنة، سمنة بلدي والله، ما هيش سمنة عادية يعني، سمنة بلدي. انا بعمل اهوت هتفك، واقوم حاطه بقى دولت 3 معالق سمن. هحط 3 معالق دقيق اهو، الدقيق حطيتها اهو، بقلب اهو بقى، دي البشاميل اهو. هقلب بقى لما الدقيق يحمر شويه، وبعدين اقوم اقعد اقلب بقى لما واحط احط اللبن برضو بعد كده، وهقعد اقلب برضو شويه اكتر لما البشاميل تبقى زي الكريمه، تبقى زي الكريمه. بحط لها كمون وفلفل، واحط لها بتاع بتاع اسمه ايه، حبهان مطحون. انا حاطه احنا الحبهان وحطها على الفلفل اهو. ده اللبن اهو، ده كان لبن متلج، مسكته عملته لما فك شويه اهوت. وبعمل بشاميل بقى الوقت، هينزل بقى الوقت، واقعد اقلب. بعد كده هجيب مضرب يدوي، واقعد اقلب لما تفك، وهتبقى زي الكريمه ان شاء الله بالظبط. معلش اصل البشاميل الاصفر، لان السمنه صفر، سمنه بلدي صفر، هي اللي مصفر البشاميل. وبعد كده احط كمونهم بقى وفلفلها وملحها وبهارتها وكلها، وحاطه لها فيها توم برضه، فص توم وكده. واقوم وحاطه بقى الحبان المطحون، والله حاطه فيه، حطاه يعني على اهو حبان مطحون وملح وحاجات وكمون وفلفل و7 بهارات، كل دي حطاه فيه خلفتها يعني، عشان تبقى طعمها حلو اهو كده تمام اهوت. حبان بقى هقعد بقى اقلب لما يبقى البشاميل ده بقى زي الكريمه، زي الكريمه بالظبط. اقوم اهو بعد ما يبقى زي الكريمه، اقوم عامله بقى اقوم بقى ابدا احط بقى افرد المكرونه في الصينيه، احط ادهنها زيت اول، شويه زيت او حته سمنه يعني، الموجود عند الواحد يعني، يعمل حته سمنه او مكرونه. شوف بعد بقلبها، ولو حسيت اللي هو تخين شويه بحط شويه لبن تانيين عشان يبقى خفيف شويه. انا حطيت لبن كان هو فعلا كان تخين، حطيت شويه لبن تانيين عشان يبقى ما يبقاش تخين قوي يعني كده، لازم يبقى زي كريمه كده، زي كريمي كده، لا تخين ولا رقيق اهوت. انا اقعد اقلب، احوشه بقى من على النار، واقعد اقلب برضو لما يفك خالص يبقى جميل وكريمه كده. وبعد كده بقى اخلصه، واقوم عامله بقى فرده الصينيه دهنها زيت، واقوم فرده المكرونه. انا عاملاها المكرونه مش تخينه، عاملاها رقيقه او حلوه، عشان ما تبقاش تخين. البشاميل لسه هيطفى عليها بقى ساعه ما يعمل قلبه كده، هقوم مطفيه عليها بقى، اقعد اقلب بقى على لما يبقى كريم ان شاء الله. انا بقلب فيه لسه اصلا اهو. وبعد كده احط الصينيه بقى، اعك الصينيه اهوتي، عكيت الصينيه سمنه اهوت وزيت. وبعد كده اقوم حاطه شويه بشاميل اهو، ده البشاميل اهو بقلب فيه لسه برضه كده. احط بقى شويه بشاميل في الصينيه، وهحط على الزيت، انا حاطه الزيت دلوقتي وسمن. اقوم حاطه المكرونه بقى، نص المكرونه، هو كيس مكرونه واحد يعني مش كتير واقوم مقلباها في البشاميل، واقوم مفرداها في الصينيه بقى. وبعد كده اقوم حاطه اللحمه المتعصقه هي مش تخينه، ما هتبقاش تخينه قوي يعني، انا بحبها رقيقه كده، محبهاش تخين. بس كده بقى. احط بقى احط شويه بشاميل كمان، واحط اللحمه، واحط جبنه موتزاريلا في الوسط برضو، وجبنه موتزاريلا على الوش. وان شاء الله دي هيبقى غدانا ان شاء الله كده، وبالهنا والشفا، وتعالوا معانا. وبعدين هو لسه بقى هحط بقى، انا حطيت بشاميل تانية اهي، شويه بشاميل كمان اهو في الوسط، دي في الوسط كمان. هحط اللحمه المتعصجه بقى في الوسط بقى، وافردها. وبعد كده برضو هحط معلقتين بشاميل، واقوم حاطه برضو جبنه موتزاريلا، واقوم مفرداها بقى، وبقوم حاطه المكرونه برضو على الوش، بقيه المكرونه، واقوم حطاها فرداها، واحط البشاميل برضو. وبعد كده اقوم حاطه برضو اللحمه المعصجه، هحطها دي في الوسط بقى.
دي الرقة الاولانية، وبعد كده الرقة التانية بقى. بس كده. وهقوم عاملة بقى ايه، هحط شوية بتاع ايه بشاميل، وبعد بعد كده هقوم حاطة شوية جبنة موتزاريلا وشوية بشاميل برضه. اه بس كده. هحط بقى شوية بشاميل في الوسط برضه كمان، واقوم حاطة بقى ايه جبنة موتزاريلا، واقوم حاطة المكرونة، وبعد ما احط المكرونة بقى اقوم حاطة ايه البشاميل برضه، واقوم حاطة الجبنة الموتزاريلا على الوش برضه، وحتة سمنة، على الوش برضه عشان تديها حمار وتبقى حلو. بس وتقوم ايه، يبقى كده المكرونه خلصت كده بقى. بس بعد ما احط الرقه، لسه هحط الرقه بقى. دي الجبنه الموزاريلا اللي كانت في الفريزر لسه ما كانتش فكت، بفك فيها بالسكينه وبحط اهو كده، بقطعها بالسكينه اهوت وبحط دي جبنه موزاريلا اهي. هخلص بقى واحط المكرونه الرقه التانية، واقوم برضه حاطه شويه البشاميل، وبعد كده برضه هحط جبنه موزاريلا برضه. وبعد كده هقوم عامله اخلص ديتي بقى، واقوم عامله ماسكه الكفته بقى عاملاها برضه مصبعاها وحطهم مع بعضهم في الفرن الاتنين يتحمروا مع بعض اهو. دي ايه شويه بشاميل برضه. دي المكرونه بقى التانية هحط البشاميل بقى عليها بقى اهو. دي بقيت الكيس المكرونه. دي كيس مكرونه والله ما فيش الا هو بس كيس واحد كفايه قوي رضا، بس هو يتاكل بدل ما حاجه تترمى خساره. المهم ايه، دي بقى ايه افردها اهوت، وهحط بقى ايه البشاميل، وبعد البشاميل هحط جبنه موزاريلا. وانا حاميه الفرن بقى دلوقتي، هقوم حطها في الفرن بقى تحمر براحتها بقى اه. وانا مش مسويه المكرونه او انا عاملاها نص سوي، عشان هي بتستوي مع بعضها في الفرن، تستوي بحاجتها بكلفتها بحاجتها في الفرن. وبعد كده بقى اقوم ايه هحط البشاميل اهو بقى. دي البشاميل بقى. وبعد كده اقوم حاطه ايه شويه جبنه موزاريلا على الوش بقى وحته سمنه، ويبقى ايه كده خلاص المكرونه خلصت. يعني مش صعب أوي، سهله وبسيطه، مش صعبه يعني اه. كده بفرد البشاميل اهوت على الوش، عشان بقى اقوم حاطه ايه جبنه موزاريلا بقى على وشها بقى. واقوم حطها بعد كده بعد ما اخلصها بقى احط على وشها حته سمنه كمان، واقوم حطها في الفرن بقى. انا حاميه الفرن بقى حاليا دلوقتي، وكده تمام اهي. كده بقى المكرونه بالبشاميل اهي. كده دلوقتي اقوم حاطه حته جبنه، وهحط حته سمنه كمان. خلاص كده المكرونه اهي. دي الجبنه الموزاريلا اهيتي. وبعد كده هحط حته سمنه بقى. بعد كده بعد الجبنه هحط حته سمنه، واقوم حطها في الفرن بقى تتحمر براحتها. وبعد كده نقوم ايه، يبقى كله تمام خلصان بقى، ما عادش حاجه، خلص كله تمام كده. دي المكرونه يعني خلصت المكرونه كده، تتحط في الفرن بقى وخلاص اه. بحط الموزاريلا. انا حاطه موزاريلا في الوسط وموزاريلا على الوش كمان، بتخلي طعمها حلو. الجبنه الموزاريلا دي بتخلي طعم المكرونه حلو كده. المكرونه خلصت كده الوقت بالموزاريلا. هحط حته سمنه بقى خلاص، هحط لها حته سمنه وخلاص كده. هيبقى لسه بقى ايه السمنه اهيت. هحطها في الفرن بقى. الفرن حامل وقت حاليا وقتي. هقوم حاطه بقى حطها في الفرن. وبعد كده بقى امسك الكفته بقى اعملها. الكفته بقى لحمه مفرومه انا بقطع دي بقى عشان ارص عليها الكفته الكفته اهي. لحمه مفرومه انا بصبعها اهو. لحمه مفرومه وبهارات كفته. دي كباب يعني ماهوش وبهارات كباب بهارات كباب مشوي للشاوي و... وسبع بهارات وكمون وفلفل وشويه شطه صغيرين وبرصها واعملها بقى. وبصل اهم حاجه البصل. قالوا بصل بس البصل مع عصرها يعني. اساسا كنت عجناها ومحضراها وعيناها في التلاجة يعني. انا بجهزها واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. لا لسه نقول فيديو لا لسه ده معلش عملت الفيديو خلص. بصبع عن الكفته اهيتي خلاص كده بصبعها وبعد كده هحطها في الفرن تحمر بقى وخلاص. يبقى خلاص كده
لما تحمر بقى هوريها لكم. ودي غدانا ان شاء الله، وتعالوا نتغدوا معانا ان شاء الله النهارده، واشوفكم ايه في فيديو اخر ان شاء الله يا حبايبي. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، وتبقوا تشوفوا الفيديو للاخر كده عشان ايه يتحسب مشاهد، لان الفيديو لو ما شافش كله ما بتحسبش مشاهد. ومعلش يعني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان القناه تتفعل يعني وكده. ما تنسوش تتفعلوا في القناه، تعملوا تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايكات. اللايكات تعملوا لايكات كتير، ماشي. وان شاء الله هحطها في الفرن بقى، هي خلصت كده خلاص كده، وهحطها في الفرن بقى. دي الكفته ديت قالوا بصل، انا ماسكه البصل عصراها قوي. دي خلاص في الفرن اهي بقى دلوقتي كده خلصت مرة اهيتي. وبقى بتاع المكرونه برضه هوريها لكم اهيتي برضه. ويبقى ما عادش حاجه بقى خلاص كده. ده ايه الغدا. اتفضلوا تعالوا معانا اتغدوا. كده خلاص كده ايه. واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. ومع السلامه يا حبايبي، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. ما تنسوش الاشتراك في القناه. مع السلامه، الى اللقاء. باي باي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.